وبالتأكيد ان انتوا النهاردة اصحاب الحفلة. النهاردة ليلة بنحتفل بيها بمرور 2 سنين على هذا البرنامج من هنا من صدى البلد. ليلة احتفالية هيكون معايا كل فريق العمل اللي موجودين النهاردة معانا، اللي هم اللي هم ليهم الدور الأكبر، اللي هم بيعملوا شغلهم زي ما بنقول من خلف الساتر أو من وراء الكاميرات. هيكونوا معايا النهاردة، هيكون معانا احتفالات النهاردة عشان بنقول احنا بنبدأ سنة 3 في بلدنا العظيمة. والنهاردة هتكلم مع حضراتكم بصراحة شديدة في أمور كثيرة. هتكلم في ليه الهجوم، وليه الحملات، وليه النفسنة، وإحنا هنروح فين. إحنا بنبدأ وأنا بقول لكم اليوم الأول في السنة 3 هنا، مش في أي مكان آخر. ده رقم 1. رقم 2، هذه القناة لا تعمل إلا لصالح الوطن. رقم 3، هذا البرنامج هدفه الأول والأخير مصر وشعب مصر. سندافع بكل قوة، ودي ثوابتنا الأصلية والأساسية، لن نتراجع عنها إطلاقا في أي مرحلة. لا تهديدات ولا بلاغات ولا محاولات لإغلاق هذا البرنامج ولا أي شيء أبدا هيخلينا نتراجع عن ثوابتنا الوطنية، اللي هي الدفاع عن الدولة المصرية، مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوة، الوقوف وراء جيشنا العظيم بكل قوة، الوقوف وراء شرطتنا العظيمة بكل قوة، الوقوف وراء قضائنا العظيم بكل قوة، وقبل كل هؤلاء الوقوف مع شعبنا العظيم بكل قوة، لأن كلنا بنعمل لصالح هذا الشعب، بنعمل لحضراتكم لصالح مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليس لنا مصلحة خاصة على الإطلاق، لم ولن. غير الآخرين هم عارفين كويس قوي متعورين قد إيه، بس أنا مش هدخل في معارك جانبية ولا معارك شخصية على الإطلاق. وأنا بقول أهو زي ما عملتهاش قبل كده، ولو كان في وارد جدا، احنا يمكن الحمد لله في 2015 حققنا نجاحات غير مسبوقة. انا بقول اهو غير مسبوقة في كل مكان. احنا عندنا هدف واحد، عندنا سياسة تحريرية معينة، عندنا خطة محددة. خطة المحددة حضراتكم دي اللي خلتنا نكون في المركز الأول وليس الأخير ولا الرابع ولا الخامس ولا العاشر ولا 22. ده بفضل حضراتكم بعد المولى سبحانه وتعالى، رغم التهديدات، رغم التخوين، رغم محاولات البلطجة، رغم الهجوم الإعلامي من بعض الناس اللي حضراتكم انتوا تعلموهم جيدا، هم بيعملوا حملات إعلامية وتلسين، وبعض الناس من هنا ومن هنا لمحاولة إخراس هذا الصوت أو حتى إغلاق هذا البرنامج أو حتى استدراجنا لمعارك جانبية. لن نذهب لهذه المعارك، لأنه لو ذهبنا لهذه المعارك هننسى البلد، وأنا عمري ما هنسى البلد، وعمري ما هدخل في معركة شخصية مع أي حد في أي اتجاه. حتى كان عندي وسائل كثيرة جدا أخذ بها حقي بالقانون، رفضت أبدا أعمل كل هذه الإجراءات بالقانون، لأن أنا عندي رسالة. عارف الآخرين عايزينك كل يوم تتخانق عشان يستدرجوك لأمر خاص بيهم، لا، أنا عندي أمر أهم من كل دول، بلدي اللي هفضل أدافع عنها، وهفضل أتكلم عن بلدي، وهقول كل حاجة عن بلدي وساند بلدي. النهاردة كان لي الشرف كمان أكون بشوف بلدي من الجو، وذهبت وطرنا في الجو على إحدى طائرات القوات المسلحة، وأوريها لكم بعد شوية. شفت مصر النهاردة، شفت الإنجازات اللي بتتعمل النهاردة. هم بيزعلوا أول ما نتكلم على ده، وبيتضايقوا أول ما نتكلم، وأنا بقول لكم بشكل واضح تبقوا عارفين الأسباب إيه هي. مش عايزك تتكلم إنه في حاجة كويسة بتتعمل في البلد، مش عايزك تتكلم إنه عندك رئيس بيشتغل، لا، أنت لازم تطلع طول الوقت تتكلم عنه وتتخانق وتقول ما فيش حاجة بتتعمل أنا بقول لكم تبقوا عارفين بس ليه الحملات الممنهجة دي أهدافها الأساسية. ما عنديش حاجة خاصة بحد، يعني ما عنديش حاجة استفادة شخصية كأحمد إطلاقا، ولا القناة ليها ولا صاحب القناة ليه موضوع شخصي على الإطلاق. وأنا بحييه كمان الأستاذ محمد أبو العنين بصراحة، هذا الرجل الوطني المحترم اللي هو عامل خط للقناة الدفاع عن الدولة المصرية. ده الخط الواضح. وعايز أقول لحضراتكم
ما في حد إلا وشايف صدى البلد كده، إلا اللي هكلمكم عليهم بعد شوية، مش بالأسماء، ولكن أقول لكم الملفات الجديدة اللي مفتوحة وبدأت تتفتح إيه حكايتها. عشان كده هم مش عايزين تبقى أنت موجود، هو ده هدفه، ما تبقاش موجود الفترة دي أبدا عشان ما تتكلمش عليه. فاكرين أنا بكلمكم بقالي سنتين بقول لكم إيه؟ سنتين وشوية، اللي كسر كوباية يدفع ثمنها، والحساب بدأ. نعم بدأ، لازم تبقوا عارفين كده. النهاردة قاضي التحقيق يفتح تحقيقات في قضايا التمويل الأجنبي، المنظمات المجتمع المدني بدأ التحقيقات فيها بالفعل. أنا بقول لحضراتكم خبر، وقاضي جليل جدا محترم يترأس هيئة التحقيق، القاضي هشام عبد المجيد، كان محاميا عاما لنيابة أموال العامة. والراجل ده عايز أقول لحضراتكم خبرة قضائية، خبرة في مجال الأموال. وأيام عندما كان المستشار ماهر عبد الواحد نائبا عاما، كان هو المحامي العام لنيابة الأموال العامة، وراح إعارة ورجع، هو اللي بيتولى هذا الملف الآن. نحن الآن أمام إجراءات كاشفة لتحديد مين بيحب البلد ومين خد تمويل ولا هتعرفوا الكلام ده بعد شوية. هقول لكم شوية تفاصيل، ولكن بالمناسبة يعني عشان نبقى عارفين البلد مش سايبة والبلد مش نايمة، ومحدش على راسه ريشة، وأي حد خان البلد دي لازم يدفع الثمن. احنا على الأقل الحمد لله ولا هنعملها في أي لحظة، لا قبضنا من حد ولا خنا بلدنا ولا اشتغلنا لحساب حد. كتير قوي قوي هم عارفين نفسهم، كتير 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 قوي. مش هتكلم عن حد، لأن قلت مش هدخل في معركة جانبية على الإطلاق، لكن يعلموا اللي عندهم إيه واللي عليهم إيه. إحنا ليس لنا غير البلد، ما عندناش حاجة تانية نهائي. عايز أقول لحضراتكم مرة تانية، إحنا النهاردة بنحتفل بيومنا الأول في السنة الثالثة. مشروعنا المشروع المرة العشرة والمرة المليون هو مشروع الوطن ومساندة الوطن. ليه مساندة الوطن؟ حضراتكم تعلموا جيدا انه جات مرحلة وحاولوا النهاردة يكلموا، وبدأوا من فترة كده يظهروا بعض الخفافيش، تظهر بعض الناس اللي كانت مستخبية، لان هو ما كانش عايزك لا تتكلم عنه ولا تحقق معاه ولا تفضحه ولا تكشفه امام الرأي العام. حان وقت الحساب. كنت بكلمكم الاسبوع اللي فات عن 16 منظمة اللي بعتوا المفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف بيحرضوه على الدولة المصرية، واتكلمت في اليوم ده وقلت اين التحقيقات؟ ايه يا جماعة احنا فين من الكلام ده؟ فين المنظمات دي؟ انا بسيب طبعا هم عشان تبقوا حضراتكم عارفين الناس دي تحديدا تتبنى هذه الحملات الواضحة جدا، وانا شايفهم كده اهو زي ما انتم شايفيني. ولكن في الاخر احنا ما عندناش اي حاجة خالص هنشتغل عليها غير مصر. هم عندهم اجندة معروفة جدا، اجندة التمويل. هو عايش على الحكاية دي، هو بيشتغل عشان الحكاية دي، هو عارف بيعمل ايه عشان مين. في الاخر محدش هيسنده غير الشعب، هيعرف كل واحد من دول عمل ايه على مدى الفترة اللي فاتت. احنا النهاردة امام اجراءات واضحة بتتعمل. محدش يا جماعة يفتكر انه البلد هتخبي حاجة، محدش يفتكر انه البلد في يوم من الايام انه ممكن حاجة يتم قفلها. مفيش حاجة هتتقفل، لا الرئيس هيقبل ولا حد